الرباط عاصمة المملكة المغربية وجوهرة المدن المغربية، وعاصمة الجمال والتاريخ والأناقة والرقي، بشوارعها النقية وتنظيمها المتقن، حيث يلتقي التاريخ بالحاضر في لوحة فنية متكاملة. مدينة تنبض بالحياة وتزداد إشراقاً استعداداً لاستقبال كأس إفريقيا 2025 ومونديال 2030 بكل فخر واعتزاز. وتعتبر مدينة الرباط من أحسن المدن السياحية في المغرب وأفضل الوجهات السياحية في المملكة المغربية، لاحتوائها على عدة أماكن سياحية ومواقع أثرية. ومن أهم مشاريع كأس العالم 2030 ملعب مولاي عبد الله، ستجد ملامح ملعب الرباط بدأت في التشكل، بانحناءاته الأنيقة التي تعلن اقتراب ميلاد صرح رياضي من أعلى طراز في المغرب لاستضافة كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. كما أعلنت شركة سونارجيس عن مواعيد افتتاح الملاعب الجديدة، ومع ذلك تشير التقديرات إلى أن أشغال ملعب مولاي عبد الله بالرباط قد تنتهي بحلول أواخر شهر أبريل 2025. ويذكر أن في الأيام الأخيرة تم تعزيز عدد العمال لتسريع وتيرة الأشغال، خاصة تلك المتعلقة بتغليف الملعب. أما الأعمال المتعلقة بتجهيزات وغرف ال VIP فقد اكتملت بالفعل، ولم يتبقى سوى بعض اللمسات الأخيرة. ويذكر أن تركيب سقف وكراسي الملعب يحتاج إلى حوالي 15 يوماً لاستكماله، بينما سيتم جلب العشب جاهزاً وتركيبه في الوقت المحدد. أما بالنسبة لجاهزية ملاعب المغرب الجديد، ملعب طنجة الكبير سيكون جاه في ماي المقبل، المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء جاهزاً نهاية مارس الجاري،